بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. وفيديو جديد نتكلم عن نادي الزمالك وانفراجة أرض أكتوبر اللي الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق اتكلم عنها، والمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وأزمة المستحقات. الفيديو اللي انتشر لشيكو بنزا اللي بالنسبة لي فيديو كارثي، وما شفناش أي ردة فعل من إدارة نادي الزمالك ولا جون إدوارد ولا كابتن عبد الناصر محمد. وبعض الاخبار تخص نادي الزمالك وماتش المحله اللي جاي ويانيك فيريرا والكعبله اللي عندنا والمشاكل اللي مش بتخلص عندنا. نبتدي باستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق والتويته اللي كتبها اللي تخص ارض اكتوبر. كاتب: الى جماهير نادي الزمالك الوفيه والى مجلس الاداره واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين، اطمنكم اننا سنتسلم خطاب ارض اكتوبر في القريب العاجل جدا، وهذا للعلم. ان شاء الله ارض اكتوبر ترجع لنادي الزمالك، ونتمنى كلام استاذ ممدوح عباس يبقى فعلا بنسبه 100% صح. ارض اكتوبر ترجع لنادي الزمالك هتحل ازمات وتفك مشاكل كتيره جدا داخل نادي الزمالك. بمناسبه ارض اكتوبر واداره نادي الزمالك، انا بقالي يومين بتكلم على اداره نادي الزمالك واكيد كل الناس اتخنقت مني، بس معلش انا في جزئيه بس صغيره عايز اتكلم عليها بخصوص ارض اكتوبر اللي الاستاذ ممدوح عباس بيتكلم عليها. اداره نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي كابتن حسين لبيب ومهندس هشام نصر وكابتن احمد سليمان وهاني بيرزي وكل الناس بتقول وعمرو ادهم، كل الناس دي طلعت قالت ان ارض اكتوبر كفيله ان هي تقفل نادي الزمالك. تمام، وانا هصدقكم برغم ان انا مش مصدقكم، بس انا هحاول اقتنع بكلامكم. كل المشاكل المفروض ظهرت بعد ما ارض اكتوبر اتسحبت من نادي الزمالك. طيب بالنسبه للمشاكل اللي حصلت وارض اكتوبر موجوده، بص ارض اكتوبر دي موجوده في نادي الزمالك من سنه 2002، يعني بتتكلم في 23 سنه. يعني حضرها استاذ ممدوح عباس، حضرها مستشار مرتضى منصور، حضرها حسين لبيب وهو في لجنه مؤقته، وحضرها وهو مجلس منتخب، واستاذ عماد عبد العزيز اللي جه 6 شهور فتره مؤقته برضه نادي الزمالك. كل الناس دي كانت موجوده وارض اكتوبر موجوده في نادي الزمالك ومحدش عمل عليها اي حاجه. عايز يعني انتوا عاوزين تقنعونا ان ارض اكتوبر دي بتصرف على نادي الزمالك بقالها 23 سنه وهي فاضيه؟ يعني هي فاضيه بتصرف على النادي؟ يعني ده المفروض دي الحاجه الوحيده اللي بتصرف على نادي الزمالك بقالها 23 سنه. انتوا بتضحكوا علينا بالكذبه دي. تمام. طب دلوقتي كل الناس اللي كانت موجوده قبل كده، يعني المستشار مرتضى منصور ما كانش عنده موارد ماليه تصرف على نادي الزمالك غير ارض اكتوبر؟ ولا عمرنا سمعنا عنها معاه، ما كانتش بتيجي سيرتها اصلا. كان بيعرف يتصرف، كان فاشل، كانت الناس ضده، عمل كوارث في نادي الزمالك. معاك في كل حاجه اللي انت عايز تقوله قوله، بس ازمات ماليه كان فيه فلوس، وسايب النادي وفيه فلوس. النهارده النادي ما فيهوش فلوس. هل كل ده بسبب الارض؟ تمام. انا مش هتكلم على المشاكل اللي حصلت دلوقتي من بعد ما ارض اكتوبر اتسحبت، انا بس عندي مشكلتين. مشكله اتكلمت فيها امبارح، جوزيه جوميز وكونراد ميشيلاك، الناس دي ليها فلوس عند نادي الزمالك والارض كانت موجوده وانتوا ما دفعتوش الفلوس ولا حليتوا الازمات. فمعنى كده ايه؟ ان الارض كانت موجوده وانتوا بتشتغلونا مش عارفين تحلوا، او انتوا مش كفاءه ان انتوا تمسكوا نادي الزمالك. ليه ما حلتوش المشكله دي؟ المشكله دي جوزيه جوميز وكونراد ميشيلاك والارض موجوده، مش الارض دي اللي بيجيب الفلوس؟ تمام، اركن بقى الجزئيه دي على جنب. شيكو بنزا، اخوان الفينا، 2 لعيبه نادي الزمالك اتعاقد معاهم بقاله 3 شهور. الارض كانت موجوده قبل ما تتسحب الارض. واحد جايب مليون و800 الف دولار اخوان الفينا، و600 الف دولار شيكو بنزا، ولا دولار اتدفع في الصفقتين. يعني انتوا معكوش فلوس فقسطتوا الصفقتين، فما دفعتوش ولا جنيه ولا من ثمن الصفقه دي ولا من ثمن الصفقه دي. طب ما الارض كانت موجوده، المفروض اللي هي يعني ده المورد اللي بيجيب لكم الفلوس، ليه ما دفعتوش فلوس؟ ولا دي حجه؟ انتوا اداره فاشله. اتمنى بس تطلعوا تكلموا جمهور نادي الزمالك وتقولوا له ان انتوا ناس فشله، وان انتوا ناس كانت الارض موجوده والازمات بتزيد. فمنين بقى لما الارض اتسحبت الازمات هي اللي جت على نادي الزمالك؟ طب ما كان في ازمات والارض موجوده، ما كنتش بتحلوها ليه؟ عشان تعرفوا ان انتوا مجلس فاشل وبتحاولوا تطلعوا تضحكوا علينا، بس احنا مش هيضحك علينا. استاذ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك مشكورا يعني دفع 25 مليون جنيه لجون ادوارد عشان يحل ازمه المستحقات او جزء من ازمه المستحقات. يعني هيدفع جزء من مستحقات اللعيبه لحد ما ربنا يسهل، لحد ما نشوف مين هيجي يسلفنا فلوس، مين هيجي يمن علينا من رجال الاعمال. شغل الشحاته اللي مجلس اداره الزمالك معيشنا فيه ده ومخلي سيرتنا على كل لسان.
فشفت ناس طالعه على السوشيال ميديا شكرا استاذ هشام نصر واللي فرحان بيه يعني انتوا بتشكروه على ايه؟ وشكرا على ايه؟ هو عمل ايه؟ هو مش نائب رئيس النادي؟ ودي شغلته ان هو يوفر لي فلوس، مستحقات لعيبه، اقساط، مش عارفه ايه، يجيب لي ايه، يعمل لي إيه؟ يعني ده نائب رئيس النادي، تشكره على ايه؟ ده واجب عليه وفرض عليه كمان مش واجب. اما لو انت ما حلتش وما دفعتش مستحقات اللعيبه وانت اللي ما دخلتش موارد ماليه لنادي الزمالك، مين اللي هيعمل؟ الجمهور. هو انت مش نائب رئيس النادي؟ ورئيس النادي واعضاء مجلس الاداره مش قد الشيله يا باشا، ما تشيلوش. وكل يوم هنفضل نقول لكم كده، انتوا مجلس فاشل ومش قادرين تشيلوا نادي الزمالك ومش كفاءه بنادي الزمالك، انتوا فشله امشوا. لكن الناس ما تطلعش بس زي الهبل نشكروه اصل هو حل ازمه كبيره. لا، هو ما حلش ولا حاجه. ده واجب على الناس دي وفرض على الناس دي ان هي تحل ازمات ماليه داخل نادي الزمالك. هم مش بيتجابوا ولا بيمنوا على نادي الزمالك، ده حق نادي الزمالك. فمحدش يشكر الناس دي. الناس دي فشله، الناس دي قضت على النادي، الناس دي ضيعت النادي، الناس دي زودت ازمات النادي اللي المفروض هم جايين يحلوا الازمات القديمه، هم جم زودوا ازمات على ازمات ومشاكل على مشاكل لحد ما قضوا على نادي الزمالك. فالناس دي ما تستاهلش مهما عملت ان هي يتقال لهم شكرا. لا، هم بيردوا القرف والعك والكعبله والمشاكل والازمات اللي هم حطوا نادي الزمالك فيها، بس مش اكتر. نيجي لشيكو بانزا، الفيديو اللي انتشر ليه مصر كلها شافته طبعا. يعني جون ادوارد، الواحد عمال يطلعك السما ويقول لك جون ادوارد ومدير رياضي وهينقل نادي الزمالك وعمل وعمل وعمل، والواحد مش ناكر طبعا حاجات جميله جدا انت عملتها داخل نادي الزمالك. شيكو بانزا انت عارف ان هو ما بيقعدش في اي نادي اكتر من 6 شهور، عارف ان هو بيعمل مشاكل كتيره في النادي، عارف ان هو دايما بيتكلم في مستحقات. انت كنت عارف كل ده وجبت شيكو بانزا نادي الزمالك، ومع ذلك انت صممت. تمام. شيكو بانزا مرة يجي متأخر من سفر ويقول عشان خاطر ظروف عائلية ما جاش. مرة يشد مع يانيك فيريرا في التمرين قبل ماتش الأهلي والزمالك لما طلعوا من التقسيمة وشد معاه، وكان في خناقة ما بينهم عشان كده هو استبعده من القايمة. ادي دي تاني أزمة. وتالت أزمة الفيديو فريقه خسران 2-1 في ماتش قمة ديربي الكرة المصرية قدام النادي الأهلي، واللاعب بيرقص بمنظر غريب ومنظر ساذج. هو منظر كارثي. هل في إجراء هيتخذ ضد شيكو بانزا؟ هل كابتن عبد الناصر محمد سمعناش إنه وقع عقوبة ولا حتى في حد اتكلم معاه؟ جون ادوارد هتعمل ايه؟ كابتن عبد الناصر محمد هيعمل ايه؟ اداره نادي الزمالك هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ شيكو بانزا احنا مش عايزينه في نادي الزمالك. هل ده لاعب يستاهل ان هو يلبس تيشيرت نادي الزمالك؟ بالله عليكم، بالله عليكم، ده لاعب يستاهل يلبس تيشيرت نادي الزمالك؟ نستنى ونشوف الناس دي هتعمل ايه في قصه شيكو بانزا. جون ادوارد مصمم على يانيك فيريرا، ويانيك فيريرا لازم يبقى موجود. ليه بقى لازم يبقى موجود؟ الراجل ده بياخد 55,000 دولار في الشهر. اولا هو مبلغ ضعيف جدا بالنسبه للارقام اللي بنسمعها في كل المدربين، وخصوصا المدربين اللي الاهلي او بيراميدز بيدوروا عليهم. فانت دلوقتي بقالك 3 شهور ما بتدوش فلوس، زائد ان هو لو مشى هتديله حوالي 3 شهور شرط جزائي. انت في غنى عن الكلام ده كله، انت معكش فلوس اصلا. يعني انت لو معاك فلوس تدي الراجل حقه، بس يعني انت قبل ما تحاسبه وتمشيه اديله حقه. فيانيك فيريرا ما ينفعش يمشي، دي حاجه. الحاجه التانيه، جون ادوارد بيراهن على يانيك فيريرا ان هو هيعمل حاجه مع نادي الزمالك الموسم ده، وهو مصمم. فتمام يا عم، احنا معاك وصمم زي ما انت عايز، بس انت اللي هتشيل الليله في الاخر، ويكفيك شر جمهور نادي الزمالك. فانت بقى عايز تكمل مع الراجل ده؟ هو انت يعني مفيش لوم عليك في قصه ازمه المستحقات، وان المدير الفني بقاله 3 شهور ما بياخدش فلوس، وان المفروض لو مشى في شرط جزائي. فانت لو خايف على النادي من ان هو يتحط في ازمات وشكوى تاني للفيفا من يانيك فيريرا عشان مش هياخد ولا جنيه من نادي الزمالك الفتره دي، ومخليه يكمل عشان كده، ماشي. على الاقل يعني يكمل بس يكسب لنا كام ماتش، يخلي بس الفريق مستقر شويه لحد ما يبقى فيه مستحقات تدفع له ويمشي، نجيبه غيره مفيش مشكله. لكن لو انت سواء في فلوس مفيش فلوس، انت بتراهن على الراجل ده، فراهن يا باشا، بس حاسب انت في اخر الموسم مع جمهور نادي الزمالك. ده كده يانيك فيريرا. لعيبه نادي الزمالك المفروض ان عندها تمرين بكره او النهارده خلاص، تمرين استعدادا لماتش غزل المحله. غزل المحله يوم السبت الساعه 5 على استاد قناه السويس. عمرو ناصر هيبقى في التشكيل الاساسي لنادي الزمالك في الماتش ده.
سيف الدين الجزيري هيدخل القايمه بتاعت ماتش غزل المحله، وكان نفسي يدخل في ماتش الاهلي. ناصر ماهر، يانيك فيريرا حذروا كتير، والمره دي جمهور الزمالك بيحذروا اكتر. استهتارك وانانيتك وقرفك وكل حاجه وحشه انت بتعملها في الملعب، ومحدش يقول لي اصل في ماتش الاهلي اول ربع ساعه كان هو اللي ممسكنا كوره. عشان يا جماعه ده الطبيعي، هو لعيب كوره فلازم هو اللي يمسكني كوره ولاعب نص ملعب. هو انتوا ليه بتحسسوا اللعيبه اللي هي بتعمل حاجه يعني فوق طاقتها؟ هو لعيب كوره ولعيب حريف، بتلعب في نادي الزمالك، هتعمل ايه في الملعب؟ اكيد هتمسكني كوره وتلعب زمايلك، يعني ده ما دي شغلتك. هو انت يا عم مش بتاخد 20 مليون جنيه في السنه عشان تلعبني كوره؟ ولا انا اعطيك 20 مليون جنيه في السنه عشان خاطر تيجي تتفرج عليا؟ ولا عشان خاطر تيجي تضيع لي بنط؟ ولا عشان خاطر تضيع لي فرص؟ فبلاش الناس بس تأفورها في حق اللعيبه. هي دي شغلته، هو لاعب كرة قدم عشان يمسكني كورة في الملعب، عشان هو مركزه صانع ألعاب في ملعب نادي الزمالك. يدي لاخوان قلبنا يطلعوا هجمه، يدي عدي الدباغ، يعني حاجات بديهيه، كره قدم، هو لاعب كره قدم. فليه الناس بقى محسساني ان هو عمل الكفت في ماتش الاهلي؟ ده مضيع انفراد ما يضيعش من عيال صغير في الناشئين. فناصر ماهر ركز شويه وما تبقاش اناني، وركز يعني ركز عشان انت موهبه. ويا ناصر، انت جمهور الزمالك حذرك مره ودي التانيه، ويكفيك شر غضب جمهور الزمالك، واسال احمد فتوح زميلك في الفريق، اسألوا على غضب جمهور الزمالك، ولو حب يبطلوا كوره هيبطلوا كوره ويقعدوا في البيت. ماتش المحله هو مش اختبار ليانيك فيريرا، ماتش مهم جدا طبعا ان انت تكسب تبقى اول الدوري وتفضل اول الدوري بتكسب كل ماتشاتك لحد ما تشوف الاهلي هيعمل ايه او بيراميدز هيعمل ايه. بيراميدز عنده 14 بونت وناقص له ماتشين، لعب 7 ماتشات، يعني لو كسب الماتشين هو 20 بونت. نادي الزمالك 17، لو كسب الماتش العاشر اللي جاي هيبقى يعني كده كده بيراميدز هيبقى اعلى من الزمالك بحوالي 3 بونت لو كسب الماتشين بتوعه، 20 بونت و17 3 بونت. والاهلي لو كسب الماتش المتاجل وطلع فوق الزمالك هيبقى فرق بونت. فانت كده بقيت التالت. يا الناس اللي فرحانه اللي هو الزمالك اول الدوري، لا انت كده هتبقى التالت. فنتمنى لنادي الزمالك وانك فيريرا ولاعيبه نادي الزمالك يبقوا رجاله ويكملوا كل ماتشات، يكسبوا ماتشاتهم. عندك ماتش غزل المحله قبل توقف الدولي، ترجع من توقف الدولي عندك ماتشين في الدوري المصري، ماتش ماتش في الدوري المصري في شهر 10، ان انت عندك ماتشين في الكونفدراليه. فنتمنى لعيبه نادي الزمالك تبقى رجاله وتحافظ على المركز الاول لحد ما نشوف الدنيا هتمشي على ايه، وازمه المستحقات، هنمشي المدير الفني، هنجيب مدير فني، مش عارفين هنخلص من الازمات والقرف والعك ده لحد امتى وهنفضل فيه لحد امتى. بس خلوكوا اول الدوري لحد ما تشوف بيراميدز والاهلي. اكيد في فريق من الفرقتين دولت هيخفق في ماتش، هيقع في ماتش. استغل الفرصه وخد منه الهديه وما تفرطش فيها زي ما كنت بتفرط قبل كده. ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا معانا وربنا مع نادي الزمالك، وينصر جمهور نادي الزمالك كده ويجعل الفرحة تدخل قلبه. وحاجة انا كان نفسي اتكلم فيها بعد الماتش، الشاب الجميل اللي دموعه نزلت في ماتش الاهلي والزمالك في المدرجات، وبعض الناس يعني الساذجة اللي طلعت تتريق عليه والموضوع كان واخد ترند واخد موضوع حجم اكبر من حجمه. والله يعني اتمنى ان هو يشوفني، برغم ان ما اعتقدش ممكن يوصل له الفيديو. يعني عايز اقول لك ان انت ما تزعلش، وان انت قدرك خلاك تبقى زملكاوي وبتحب نادي الزمالك، وقدرنا كلنا ان احنا زملكاويه بنحب نادي الزمالك، ودموعك دي غاليه. معلش ما تزعلش، انت بس عندك مجلس اداره فاشل، وما تزعلش ان انت عندك لعيبه مش رجاله دايما بتعكنن علينا، ودايما بتخلي دموع شاب جميل زيك دموعه تنزل عشان خاطر خساره ماتش. ما تخليش الكوره يعني تكسرك قوي، لان انت في الاول وفي الاخر انت بتشجع نادي الزمالك، وده القدر بتاعنا ان احنا بنحب نادي الزمالك. ومهما بيحصل ومهما بيخسر ومهما بيخسر بطولات احنا برضو بنحب نادي الزمالك. فما تاخدش الكرة على اعصابك قوي، وان شاء الله لعيبه نادي الزمالك تبقى رجاله الفتره الجايه وتفرحك، وبدل دموعك الغاليه ديت ان شاء الله تفضل مبسوط على طول بمكسب نادي الزمالك. نيجي لمنتخب مصر، حاجه اخيره. كابتن ابراهيم حسن اعلن عن بدايه المعسكر يوم 5 اكتوبر. عندنا ماتش يوم 8 في المغرب مع جيبوتي، وعندنا ماتش يوم 12 على استاد القاهره مع غينيا. ان شاء الله هنصعد لكاس العالم من ماتش جيبوتي اللي في المغرب نسبه 100% منتخب مصر في كاس العالم. هو اعلن عن قائمه المحترفين: محمد صلاح، مصطفى محمد، رامي ربيعه، ابراهيم عادل،
ابراهيم عادل ومصطفى محمد وحمدي فتحي. وحمدي فتحي دولت خمسة. وعمر مرموش المفروض ان هو السادس، بس هيشوف هو مصاب مش مصاب. لو مصاب هيكمل في السيتي لحد ما يتعالج. لو مش مصاب وقادر ان هو يشارك مع منتخب مصر هيجي المعسكر. قصة هيثم حسن المحترف اللي في الدوري الاسباني، الراجل ده المفروض ان هو يجي مع منتخب مصر، وكان كابتن ابراهيم حسن اعلن ان هو تواصل معاه وان هو يبقى موجود المعسكر في اكتوبر. معسكر اكتوبر جاي ومحدش يتكلم عليه. هيثم حسن لما طلع مع ابراهيم فايق قال ان هو بيفاضل لسه مش يعني هيشوف منتخب فرنسا ولا منتخب مصر افضل. فلا حبيبي، انت لو شايف ان منتخب فرنسا افضل، هو افضل. هو افضل، بس انت المفروض مصري. المفروض ان انت تبقى فخور ان انت هتلبس تيشيرت منتخب مصر. اعظم منك مليون الف مرة اسطورة اسمه محمد صلاح ولابس تيشيرت منتخب مصر، برغم ان هو كان قادر يعني يلبس اي تيشيرت منتخب هو عايزه. ف يعني رسالة للكابتن ابراهيم حسن، لو انت شايف ان هيثم حسن ده لسه عنده شك ان ممكن ياخد الجنسية الفرنسية فيلعب مع منتخب فرنسا، فيغور في داهية، مش عايزينه يعني. يعني مصر مش هتكسب هيثم حسن ده يعني مكسب للأبد. ولا يفرق معانا، عندنا صلاح وعندنا مرموش وعندنا مصطفى محمد، عندنا لعيبة كتير مصرية، لعيبة وطنية تستاهل ان هي تلبس تيشيرت منتخب مصر. مش قصة. وسام مرسي في كلام ان كابتن حلمي طولان هيضمه لمعسكر منتخب مصر المحليين. سام مرسي كنت اتمنى ان هو ينضم لمنتخب مصر الاول بقيادة كابتن حسام حسن، بس كابتن حسام حسن برضو من نوعية الناس اللي بتحبه وتكره، واكيد عنده ازمة معاه. فكل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله نصعد لكأس العالم من بوابة جيبوتي يوم 8 اكتوبر في المغرب. كل توفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله منتخب مصر يعمل حاجه في كاس العالم بقى. يعني تصفيات كاس العالم هي مش حاجه اوفر قوي او مش حاجه كبيره قوي. احنا صعدنا او اول مجموعه، وماتشات بالنسبه لي كانت سهله. اتمنى الانجاز اللي ندور عليه ان احنا نعمل حاجه زي منتخب المغرب في قطر 2022، يعملوا انجاز. الناس دي عملت انجاز رابع عالم. اتمنى ان منتخب مصر يفكر ان هو يعمل حاجه كويسه، وكابتن حسام حسن يشتغل، ده اذا كمل معانا اصلا لكاس العالم، يشتغل على كاس العالم من دلوقتي من بعد كاس الافريقيه. ونحاول ان احنا بقدر الامكان نعمل حاجه كويسه للكره المصريه في كاس العالم في امريكا 2026. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يعجبك. سلام عليكم.